كانت ليها اخوات، سارة وليس أضحى وبات. أصبح أمسى من فك مازال، ظلم برحة ما فتئ مدام. كانت تقول لي أصبح إيه، قول لها يا أختي. كانت تقول لي أمسى إيه، قول لها يا أختي. ليس تقول لي ظل إيه، قول لها يا أختي. ظل تقول لي ما زال إيه. قول لها يا أختي. كان فعل ناقص أما ناقص صحيح، فعل ناسخ شغل ماسخ أصلي راجل صريح. الخبر لا يترفع، لا الخبر لا يتكسر. لا. اسم كان مبتدر يترفع مطرح ما راح، الضمير لو مستتر يبقى صوت يا انشراح. الخبر لا يترفع، لا الخبر لا يتكسر. لا. كانت تقول لي أصبح إيه، قول لها يا أختي. كانت تقول لي أمسى إيه، قول لها يا أختي. ليس تقول لي ظل إيه، قول لها يا أختي. ظل تقول لي ما زال إيه. قول لها يا أختي. برافو. ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا بابا؟ بنقط. مش ده افتتاح مطعم؟ ده درس لغه عربيه. افتتاح درس لغه عربيه؟ كنا بنقول يا أولاد كانت تقول لي أصبح إيه، قول لها يا اختي. كانت تقول لي أمسى إيه. قول لها يا اختي. يلا يا اولاد، كل واحد يطلع فلوس الدرس. ها دي فلوسي. بس يا أولاد يا يلا، أولاد يا هات. أولاد، الدرس اللي قلناه ده يتذاكر وهيتسمع في حصة يوم السبت، مفهوم؟ مفهوم يا مستر. سامع كويس، مفهوم؟ حاضر يا مستر. تعبناكوا يا رجاله، معلش كان يوم مرهق بس اهو كله بحسابه. واعملوا حسابكم من يوم السبت هنزود حصه الساعه 7 صباحا. امسك يا استاذ برنوسي، ايراد النهارده اهو. بقول لك ايه يا ريس بومبا، هو القبيج ناقص ولا ايه؟ ناقص يا برنوسي؟ ما انت واخد نفحتك زيك زي اخواتك. بس انا مدرس وانا الوحيد اللي مؤهل ادي دروس هنا. هو يا برنوسي، ده انت بتنهج مني وانت طالع سلم الموسيقى يا جدع. مش عاجباك نفحتك؟ هاتها وارجع تاني مدرس موسيقى. لا يا حبيبي خلاص. الله، اهو كده. سلم لي على حجرة الموسيقى، انا هوند. ازيك يا معلم تيمون يا مكافة؟ عملت ايه في كلام درس الكيمياء؟ دخلت محرابي ودوست على مشاعري لحد ما جاب الدم. سلامتها، سمعنا. ايوه بقى، طلع من جرابك يا كنغر التأليف يا ممنهج. خد دي. قول. اتعبني احاديد فوسفات. بتقول لي ليه احنا اخوات؟ سلام. ده انا عاشقك والايد في الايد، ريحني يا اول اكسيد. الله. يا حديد متأكسد يا نحاس، ماشي. متنطط على اي اساس. يا اول اكسيد كربون، كربونك جرح الاحساس. يا سلام، بحبك يا تيموني مهما الناس لموني. طب الكيمياء خلصت كده ولا في تاني؟ لسه عايز اتكلم عن حاجه تهم الناس، ومعدن الخرسين شاغل الرأي العام حقيقي، بس مش عارف اقول ايه. يبقى نقول مثلا لو شوقك قد شوقي يبقى احنا كده خارصين. كمل بقى وسلمها لي. ماشي. طب والانجليزي؟ برضك عضد معايا. لا، وحياة ابوك ده انا الطلبه بتجيلي لحد هنا تسالني بالانجليزي وما بعرفش ارد عليهم. طب انا مسكت سكه كده تسمعها؟ مسكني سكه. بقول حاجه بتقول فيرب تو بي يا فيرب تو بي. حلو. يا فيرب تكمل جملتي بي. بس انا مش محتاج اكتر من كده. مسكني مقام ابو عزه. هنقول حاجه كده بتقول فيرب تو بي، فيرب تو بي، فيرب تكمل جملتي بي. فيرب تو بي، فيرب تو بي، فيرب تكمل جملتي بي. فيرب تو بي، فيرب تو بي، فيرب تكمل جملتي بي. فيرب تو بي. ايه ده؟ ايه ده؟ خد هنا يا بابا عايزاك. أمور يا أبلة تهاني، أمور يا جمع مؤنث سالم.
انا اللي بيحصل ده يا حبيبي مش عاجبني. قلت لي يوم من نقطه من اولياء الامور وقلت ماشي، قلت لي البسي سجاد واضطر القعده على عيال وقلت تمام، لكن يا حبيبي تغنوا اغاني لدروس الانجليزي والكيمياء وانا مدرسه عربي لا. الله، وانت مالك انت ومال الكلام ده؟ نلحن انجليزي نلحن كيمياء، انت مالك انت؟ يعني ايه السنتر بتاعي؟ كان بتاعك. عارفه كان يا بتاعت العربي يا متشكله؟ ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ مفيش الكلام ده، يعني ايه؟ يعني تعربي ما تحته خط وتفسري الكلام وتعلليه. السنتر ده من النهارده بتاع فرقه مزاج التلميذ. وتطلع ايه فرقه مزاج التلميذ؟ فرقه كوناها انا والمعلم تيموني اسمها مزاج التلميذ، والجمهور من الطلبه بيجي لفرقه مزاج التلميذ. برضو ما فهمتش يعني ايه؟ يعني في الموقف ده احنا فاعل وانتي مفعول بيه، يا تقبلي النظر يا نجيبك من شعرك مجروره وعلامه جرك الكسر. في كلام تاني مضاف اليه ولا نقطه ومن اول السطر؟ لا نقطه ومن اول السطر يا معلم. يبقى نقول ايه؟ فيرب تو بي، فيرب تو بي، فيرب تكمل جملتي بي، فيرب تو بي، فيرب تو بي، فيرب تكمل جملتي بي، فيرب تو بي، فيرب تو بي، فيرب تكمل جملتي بي، فيرب تو بي، فيرب تو بي، فيرب تكمل. هوبا انت بتعمل ايه يا بوم؟ بقرا يا اخي. الكتب بقت اسهل كتير لما عملوها زي النتيجه كده، احسن من ايام ما كان بالعرض. يا اخي انا هتجنن، ازاي بيعرفوا درجات الحراره بتاعت بكره اللي هو اصلا ما جاش؟ ازاي بتوع نشره الطقس دي بيعرفوها؟ على فكره والله يا تيمون انت ذكي بس كسول جدا. انت بتقول السؤال والاجابه في نفس الجمله. اديك بتقول اهو الطقس، يتطقصوا يعني بينزلوا المنطقه اللي عايزين يعرفوا درجات الحراره فيها، يشوفوا مين كبير المنطقه، حد يكون قديم يعني، ويسالوه ايه بقى اخبار جونا بكره ايه، ما يقول له. ايوه بس هي لو ماشيه كده ممكن اروح للراجل اللي بيطقصوا منه ده اصرفه 20 جنيه اقول له يقول لي ان الجو بكره هيبقى حلو والبس انا بقى شورتات وتيشيرتات. وارد طبعا. هي دي بتعتمد على امانه الراجل اللي انت بتطقص منه، واخد بالك؟ في العادي الناس دي بتبقى امينه جدا. بس افرض مثلا ان هو قبل ال 20 جنيه، تفضل بقى كل يوم تدفع 20 جنيه؟ مكلفه جدا بصراحه. مكلفه جدا طبعا. تجيب منين 20 جنيه كل يوم عشان تظبط الطقس؟ انا بقى اللي هيجنني في درجات الحراره موضوع الكبرى والصغرى ده. يعني الكبرى دي انا فاهمها، يعني درجه الحراره الكبرى دي اللي هي درجه حراره التعبان الكبرى دي معروفه. الصغرى دي اللي هي ايه بقى؟ ولا هي السفره وانا بسمعها غلط؟ يعني درجه حراره السفره؟ سفره؟ والله انت بتضحك يا ابني. يا ابني الصغرى دي زي بنات الاهرام كده ما كانوا بيشغلوهم بالصغرى. دي معناها، وانا كنت متلخبط على فكره زيك زمان كده، بس لما قريت فهمت. دي ميزه بقى ان انت تبقى قارئ جيد، تقرا على طول دوده قرايه. الكبرى اللي هو النص اللي فوق، الصغرى النص اللي تحت. يعني ما اقول لك مثلا درجه الحراره الكبرى 30، الصغرى 18، يبقى تخفف من النص الفوقاني، تلبس قميص خفيف مثلا، بس طبعا خلي معاك سويتر احتياطي ولا حاجه عشان لو الجو قلب. والصغرى بقى تقل، البس بنطلون صوف او حاجه تبقى درجه الحراره 18. عشان كده بيقول لك الشتاء برد لانه قصير، فما بيطولش بقى الكبرى فوق اللي هي دفا.